قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في تصريحات للجزيرة إن العلاقة بين الجزائر والمغرب وصلت إلى نقطة اللا-عودة. وقال تبون إنه يأسف على وصول العلاقة بين البلدين الجارين إلى هذا المستوى، مشيرا إلى أن موقف بلاده هو رد فعل. وعن موقف إسبانيا من الصحراء، اعتبر تبون أن موقف الحكومة الإسبانية فردي من حكومة سانشيز ومنحاز، وذلك بتصرفات سرية لا تعفيها من مسؤوليتها. وقال تبون إن الحكومة الإسبانية تناست أن القوى المستعمرة السابقة للصحراء الغربية ومسؤوليتها لا تزال قائمة. تبون أضاف للجزيرة إن العلاقة بين بلاده وإيطاليا استراتيجية، مشيرا إلى أن اتفاقية الطاقة بين البلدين تشمل الكهرباء والغاز والهيدروجين، والبلدان يسعيان لتنفيذها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي. وعن الأزمة الأوكرانية قال تبون إن الجزائر مؤهلة للعب دور الوسيط لكونها من الدول التي تملك مصداقية كافية للوساطة. ووصف العلاقة مع فرنسا بالمتذبذبة، والسفير الجزائري سيعود قريبا إلى باريس.